السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كوزين مامي ياسمين. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم قطبان ديال لاداند بواحد الطريقة زوينة اللي كندير تقريبا دائما. طريقة زوينة وكيجيو لذاذين وفتين وهشاشين. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقة، كتجي رائعة. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج في المقادير، هنا عندي لاداند، انا قطعته كيف ما شفتوا هكا مربعات، اولا تشريوه هكاك مقطع، يعني لكم الاختيار. عندي واحد البصيله قطعتها رقيقه، وعندي هنايا شويه ديال الربيان عندي مجمد، وعندي هنايا العصير ديال الحامض ولا خل الحامض، ممكن تستعملوا حامض عادي، وعندي لا موطارد. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاج شويه ديال الابزار، وعندي معلقه مع مرجل التحميره، شويه ديال الملحه وشويه الكمون، وعندي الثومه بودر. الا بغيتو تستعملوا الثومه هكا فصوص ممكن. انا هنايا باش ما كتجينيش مجهده، لان خضره تتكون مجهده بزاف، فكنحاول انني نستعمل هذه كتجي زوينه. وعندي هنايا واحد 4 ديال المعالق زيت العود. بالنسبه للربيع ممكن تستعملوه طري، انا ما كانش متوفر عندي، كان عندي في المجمد عفوا، واستعملته. غادي نضيف هنايا 2 معالق صغارين ديال لا موطارد، صراحه كتعطيهم واحد اللذه زوينه بزاف وتيجيو رائعين. وبالنسبه للحامض الدور ديالو هو ان كيجيونا القطبان هشاشين. جربوها البنات وردوا عليا، غادي يجيوكم هشاش، ما يجيوش قاصحين نهائيا. عصروا فيهم اللي عندكم الحامض عادي هكا، تعصروا داك 2 معالق ولا 3 هكا، وضيفوهم على هاد لاداند، اولا تستعملوا كيف ما استعملت انا. عندي هنايا الخل ديال الحامض، استعملت غير الخل ديالو صافي، وضفت التوابل كيف ما شفتوا، وفتت هذاك شويه ديال الربيع لان كان مجمد. وهكا غادي نبقى نحاول انني ندخل فيه داك التوابل وديك الزيت والبصله يندمج كلشي مع بعضياتو، العطريه باش يشرب ديك اللحم وديك ديك العطريه يشربها مزيان ويجينا لذيذ وفتي. وواحد النصيحه، ممكن تستعملوا هاد التوابل تخليوه واحد الساعه الا ما كنتوش مزروبين عليه، ولا ساعتين. كل ما بقى كل ما كيجيكم زوين بزاف وكيجي هشيش ورطب. هنا كيف ما شفتوا غادي نغطيه بفيلم اليمونتير، وغادي نخليه يرتاح ونخليه يتشرب ديك العطريه، ونرجع معكم من بعد ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما خليته تقريبا واحد ساعه ونص ولا ساعتين، دابا جبت هنايا القضبان. انا غادي نستعمل هادو ديال الحديد، ممكن تستعملوا هادو الخشبيين اولا باش تدخلهم مثلا الفران ولا تشويهم على الفخر، يعني كيبقى الاختيار لكل واحد وفاش كيفضل انه يشويهم. صافي كيف ما شفتوا هنايا غادي نبقى نعمر هنا في القطيبات، غادي نعمرهم القياس، يعني اللي ما يجيوش عاوتاني مدكسين بزاف، شويه نخلي شويه بيناتهم باش هكا يطيبوا مزيان وتشووا مزيان. صافي راه اي واحد كيعرف كيفاش كيعمر القضبان. المهم غادي نكمل انا بحال هكا وغادي نرجع معكم ان شاء الله.
صافي أنا من بعد ما كملت الكمية كاملة البنات عمرتها هكا في القطيبات كيف ما شفتو، دابا إن شاء الله غادي نجيب شواية غادي نخليها حتى تسخن مزيان، وغادي نحط فيها القطيبات باش هكا يتشوى كيف ما شفتو هنايا، ها هي سخنات شعلتها وخليتها سخنات مزيان، ودابا غادي نحط فيها هنا القطيبات صراحة كتشويهم زوينين، ولا بغيتو يعني ما متوفراش ولا بغيتو ديروا الفاخر هكا حتى هو كيجي زوين. المهم صراحة شوية كتنفع ملي ما كيكونش عندك الوقت ولا صراحة زوينة وعملية. صافي المهم انا غادي نخليهم هنايا كيف ما شفتوا كيتشوا، وغادي نبقى مرة باش نقلبهم مرة هكا، كل مرة نقلبهم عيني ميزاني وانا معاهم. وغادي نقرب لكم شوية شوايه هنايا جات شوية بعيدة. صافي كيف ما شفتوا غادي نستمر بحال هكا نخليهم كيتشوا، واللي بغى يستعمل الفاخر فكيبقى الاختيار لكل واحد. وبالنسبه للشوايه صراحه عمليه بالنسبه لضيق الوقت هكا ما كيكونش عندك الوقت باش تشعلي الفاخر ولا تيجيك مثلا ضيف على غفله كتبغي دغيا انك تسربي الغدا ولا عشاء ولا شي حاجه. المهم صراحه زوينه وعمليه. وواحد القضيه بالنسبه للماء، انا راه ما وريتكمش كيفاش شعلتها، فانا درت فيها الماء في ديك الصينيه ديالها لتحت. علاش الماء ما تيخليش تخسر لينا اولا هذاك الصينيه ديالها اللي لتحت وديال لينوكس، وتاني حاجه ما كديرش الدخان بزاف، يعني كيف ما شفتوا راه غير واحد شويه هكا تيبان لكم طالع ماشي بزاف نهائيا. ما كيكونش الدخان وكتغمق عليكم الدار ولا شي حاجه، صراحه زوينه وعمليه. صافي المهم غادي نستمر بحال هكا حتى نشويهم مزيان مره كنقلبهم كيف ما شفتوا. ملي تشواو شويه حسيت بهم شدوا راسهم من التحت رانا قلبتهم. هنا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا. ملي كيشدوا راسهم شويه كنقلبهم وصافي عيني ميزاني معاهم مره كنقلبهم حتى طابوا. وهذا هو الشكل ديالهم، تيجيو طريين وهشاشين وما تيجيوش نهائيا لا محروقين لا والو، تيجيو طايبين على خاطرهم وتيجيو رائعين عفوا تيجيو رائعين. وبالنسبه لهادوك التوابل كيجيو زوينين بزاف، وهذيك البودره ديال الثوم و لا موطارد صراحه كتجي فيهم واحد المذاق زوين. كيف ما شفتوا هنايا انا زوميت ليكم باش يبان صراحه جاو لذاذين وزوينين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. وحتى الحامضه البنات غير جربوه كيجي في القطبان رائع وتيجيو هشاشين ورطبين وما غاديش تبقاو تستغناو عليه نهائيا. لا بالنسبه للقطبان ديال الغلمي باش يجيوكم هشاشين. حنا مقبلين ان شاء الله على العيد الكبير ما بقى والو بالسلامه، حتى هو كيجي رائع ويجيوكم هشاشين. صافي كانت هذه هي الغديوه ديالي، فكره ديال الغدا غداء صيفي، ونتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. قدمتهم هكا مع شليضه ديال المطيشه والخيار والخس، وهنايا شويه ديال الفريت للوليدات وشويه ديال الزيتون. نتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم. و ما تنسونيش اللي تيشوف اول مره قناتي بارطاجيها مع الاهل والاصدقاء لكي تعم الفائده. وشكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على الدعم ديالكم على التعليقات اللي كتشجعني وكتخليني انني نستمر ونزيد نعطي اكثر. شكرا لكم بزاف. نتمنى ان شاء الله حلقه اليوم تنال اعجابكم، وخليكم دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء فيديو قادم بحول الله.